السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عمرك جربتي كيكة ريحتها تملى البيت وطعمها يدوب النهارده جايبه لكم كيكة اليوسفي الهشة بطعم منعش ولون يفتح النفس ومن غير تعقيد. كيكة اليوسفي دي مش بس طعمها حلو، دي كمان مختلفة خفيفة وبتطلع مظبوطة من غير مجهود، وتنفع مع الشاي أو العصير في أي وقت. أهلا بيكم حبايبي في قناتي. لو أول مرة تشوفوني أنا بقدم لكم وصفات سهلة وبسيطة من مطبخ الهنا، مضمونة من أول مرة. بس يا ريت نتابع الفيديو للآخر وما تنسوش تعملوا إعجاب ومشاركة لكل أصحابكم وحبايبكم عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد، واللي ما عملش اشتراك يعمل اشتراك. نسمي الله ونبدأ مع بعضينا الفيديو بتاعنا النهاردة. هعمل لكم كيكة اليوسفي بس بطريقة جميلة وسهلة ومضمون. هنبدأ نحضر مع بعضينا أربع حبات من اليوسفي. أنا غسلاهم كويس ومنشفاهم وشايلة الحتة الخضرا اللي فوق دي. هبدأ أقشرهم. هقشر 3 وارمي القشر بتاعهم، والرابعة هسيب القشر بتاعها أنا عاوزاه عشان هضربهم معاها في الخلاط عشان يديني نكهة اليوسفي العالية. بصوا، أنا قشرت ال3. الرابعة دي بقى أنا عايزة القشر بتاعها جنبي هنا على جنب، هاخده على جنب عشان هشتغل بيه الكيكة كلها. بصوا، وهبدأ بقى اليوسفي بتاعنا هقطعه عشان اخرج منه البذر بتاعه، عشان طبعا مش هينفع اضربه في الخلاط وهو كده. البذر ده هيديله مرارة جامدة. لما نفتحه بالطريقة دي بيبقى سهل علينا اننا نخرج البذر بطريقة سهلة. بصوا البذر ظاهر كله قدامنا، هيبقى سهل نخرجه. بصوا، هبدأ بقى اطلع البذر بتاعها. ابدأ اطلع البذر واحدة واحدة كده بالراحة لحد ما يطلع. الكيكة دي بتبقى خفيفة، كيكة اليوسفي دي بتبقى خفيفة ومنعشة ومش مسكرة زيادة، وبتنفع في كل وقت. هننزل بقى باليوسفي بتاعنا ده نضربه في الخلاط هو وقشر الواحدة الكاملة. اضربه كده، انا ما حطيتش مية ولا اي حاجة، بس هو من اول ضربة بس بيبدأ ينزل ميته ويتعصر كويس. اضربه كام ضربة كده. بعد كده بقى ابدأ اصفيه عشان التفل بتاعه ده ما يمررش الكيكة بتاعتي. بس ابدأ بقى اصفي فيه. بص اللون بتاع اليوسفي جميل بتاعنا ازاي، بجد اللون بتاعه يجنن، والطعم كمان بقى حاجة مغذية لولادنا وحلوة، نعمل لهم حاجات فيها فيتامين سي حلو. ودي الكيكة الشتوية بتاعتنا. بص بقى انا صفيته وطلع الطبق ده اللي فيه العصير. هبدأ بقى المكونات بتاعتنا السايلة: كوباية وربع سكر، كوباية زيت، 3 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، وعايزة كوباية عصير يوسفي. هو وقع مني غصب عني، معلش. همسحه بقى بسرعة. ومعاهم طبعا 2 باكو فانيليا. يبقى كوباية وربع سكر، كوباية زيت، ممكن تتوجع عن الزيت وتحطيها سمنة زي ما انت عاوزة، او ممكن تحطي نص سمنة ونص زيت. كوباية عصير اليوسفي و3 بيضات و2 باكو فانيليا.
في نفس درق الخلاط اللي ضربت فيه اليوسف هنزل بالمكونات السائلة كلها. هنزل ب3 بيضات وعليهم كوباية الزيت وعليهم 1.5 كوباية سكر، 1.25 كوباية أسفة سكر عشان متبقاش مسكرة أوي، وكوباية عصير اليوسفي، وكمان 2 باكو فانيليا عشان البيض بتاعنا، وهنزل عليهم كمان معلقة خل كبيرة. انتوا عارفين الخل بيعمل ايه في الكيكة بتاعتنا؟ بيخليها هشة ولونها فاتح، بيشيل اي زفارة وبيخليها جميلة. واضربهم بقى ضربة كويسة كده في الخلاط. ده الخليط بتاعي ان انا محتاجاه للكيكة. اضربه ضربة كويسة كده. بصوا، كل ما نضربه لونه بيفتح جامد، يعني كل ما نضرب فيه لونه بيفتح. اركنه بقى على جنب وابدأ بالمكونات الجافة بتاعتي. عبارة عن ايه؟ 3 كوبايات دقيق انا نخلاهم ومعايراهم وهنخلهم تاني برضو، ومعاهم معلقة نشا كبيرة، ومعاهم باكو بيكنج باودر. انا نخلة الدقيق ده وهضطر انخله تاني عشان انا بحب انخل الدقيق للكيكة مرتين. كل ما تنخليه اكتر بيبقى الكيكة هشة اكتر، عشان انخله مع النشا والبيكنج باودر. النشا طبعا احنا عارفين بتخلي الكيكة ناعمة وجميلة، وجربناها قبل كده كتير في الكيكات بتاعتنا. بتخلي الكيكة بجد جميلة، تخليها ناعمة وهشة وجميلة. ولما بحط البيكنج باودر مع الدقيق كده وانا بنخله، لما باجي بقى انزل بالخليط ده بيعملش كتل. البيكنج باودر ساعات ما بيدوبش كويس كده، بيبقى هش خالص. واول ما انزل بالخليط الخليط يبقى متجانس وحلو، ما يبقاش فيه اي تكتلات. وبرده هقلبه برده بالمضرب بتاعي تقليبه خفيفه كده عشان ادمج كل البيكنج باودر مع الدقيق مع النشا. واجيب بقى الخليط بتاعي. بصوا، اجيب بقى الخليط بتاعنا وانزل بيه على الدقيق بتاعنا. بصوا الخليط بتاعنا عامل ازاي، جميل بجد، واللون بتاعه جميل، واليوسفي لونه جميل وريحته بجد جميلة. بجد ريحة الكيك، ريحة العجينة نفسها جميلة جميلة. اليوسفي مغير تحت ريحة العجينة خالص، مخلي الريحة بتاعتها جميلة. اضرب بقى الكيكة بتاعتنا ضربة كويسة، اتنين اضرب فيها بالمضرب اليدوي ده. وما ننساش طبعا ذرة الملح، اي عجين بنعمله ذرة الملح اهم حاجة. نضرب بقى بشكل دائري كده وفي اتجاه واحد، اهم حاجة في اتجاه واحد. وانا بضرب كده انا شغلت الفرن دلوقتي عشان مش عايزاه شغال من بدري. انا شغلته دلوقتي، يعني بنشغله قبلها ب4-5 دقايق عشان ما يبقاش سخن اوي، لان لو سخن قوي برضو مش بيبقى حلو. الكيكة اول ما بتدخل بتقوم مرتفعة مرة واحدة وترجع تهبط تاني وتبقى من جوه مش حلوة. لكن كده انا بسخنه قبلها ب4-5 دقايق بالظبط، بحيث يبقى الفرن سخونيته معقولة. الكيكة تدخل تستوي بقى براحتها خالص وعلى مهلها. اضرب بقى الكيكة تاني كده بشكل دائري كده كتير كذا كل شوية، واعدلها وانضف بقى الطبق بتاعنا واظبطه واديله تقليبه برضه بالمعلقة بتاعتنا تاني، عشان لو في اي دقيق متكتل او اي حاجة اظبطه قبل ما اصبه في الطاجن بتاعنا. هي ما شاء الله القوام بتاعها جميل، واللون بتاعها اجمل واجمل طبعا، والريحة دي حاجة تانية بقى. بصوا القوام بتاعها جميل بجد. الطاجن بقى بتاعنا انا مستعمل طاجن ألمونيوم، فعملته بزيت، دهنته بزيت وبعد كده عفرته بالدقيق. والطاجن ده مقاس 25، مش كبير أوي ولا صغير أوي، الوسط، يعني المقاس التاني في الطاجن بتاعتنا.
وانزل بقى بالكيكة الخليط بتاعنا كله في القالب. بصوا بسم الله ما شاء الله بجد الخليط لونه جميل ونكهته جميلة. النكهة بتاعته وانا بصبه بجد ريحتها جميلة. جربيها بجد صدقيني، جربيها مرة واحدة وهتفضل معاكي على طول الكيكة المفضلة عندك، هتعتمديها على طول وهتبقى دي كيكتك المفضلة. أنا عن نفسي بقالي سنين بعملها. بص بقى بعد ما احط الخليط هبطه كده خبطتين على الرخام عشان أي فقاعات هوا تخرج منه، وحطيته بقى في الفرن وبدأت أوطي الفرن خالص على الهادي، أنا عايزاه تستوي واحدة واحدة خالص. بص بقى شكلها بعد ما خرجت، هي خدت في الفرن حوالي 50 دقيقة. بص بقى اللون بتاعها والشكل بتاعها والريحة كمان تحفة، ريحة اليوسفي مالية المكان، والكيكة اسفنجية وناعمة وشكلها يجنن بجد جميلة. هبدأ بقى أقطعها معاكم كده خفيفة خفيفة بجد جدا. والطعم بقى بتاعها حكاية من غير تعقيد ومن غير نكهات صناعية، كله بجد طبيعي، طعم طبيعي يرضي الكل. بص الكيكة بتاعتنا اسفنجية وجميلة ازاي، بصوا عالية ازاي ومن تحت زي فوق بالظبط. بصوا درجة اللون بتاعها والنشا مخليها ناعمة ودايبة خالص كده. بصوا طراوة غير عادية، كيكة عالية واسفنجية وفاضية من جوه خالص. الطعم خفيف ومنعش ومش مسكرة زيادة، يعني تنفع الكل ياكلها والكل هيحبها. بس ما شاء الله عليها جميلة بجد أوي. جربيها جربيها يا حبيبة قلبي وإن شاء الله تعجبك، وبألف هنا وشفا مقدما. كيكة اليوسفي دي من أحلى الكيكات اللي أنا معتمداها على طول بجد، وبعملها على طول لأنها بجد بتبقى نكهتها جميلة والريحة بتاعتها بتبقى جميلة وليها نكهة كده مميزة، بتبقى جميلة بجد أوي. بصوا الكيكة من جوه اللون بتاعها عامل ازاي، اللون بتاعها أصفر جميل. بصوا جميلة بجد بجد أوي، اللون بتاعها جذاب جدا ومنعش ومغري، جميلة بجد. وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة معاكم، أتمنى يكون الفيديو نال إعجابكم. لو عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسوش اللايك والشير وتعليقاتكم الجميلة اللي بتفرحني دايما. لو لسه أول مرة تشوفوا قناتي أتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد. استنونا إن شاء الله في وصفات تانية كتيرة سهلة وبسيطة ومميزة. دمتم بخير وفي حفظ من الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.